بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: نور الدين محمود بين المؤرخة البريطانية كارول هيلنبراند ودكتور علاء مصر النهر. أرسل لي هذا المحقق والمترجم والمؤرخ الفاضل ترجمته لبحث قامت به هذه المؤرخة عن علاقة نور الدين محمود بالطوائف الدينية. قرأت البحث. المؤرخة الفاضلة لا تعرف أن نيكيتا إليسيف المتخصص الغربي الأول في تاريخ نور الدين محمود نشر بحوثا مهمة في أرابيكا، وهذا منذ عشرات السنوات، وتتحدث في بحثها وفي نهاية البحث تقول: كم هو مثالي أن يمتزج جهاد روحي وشعبي في شخص الحاكم، وهذه بلا مراء هي الطريقة التي يقدم بها نور الدين في المصادر الإسلامية، غير أن إشكالية صحة هذه الصورة تاريخيا لا يمكن حلها في أرض الواقع بشكل مرضي. مقالة متواضعة المستوى، وتشعر أنها لا تملك أدوات البحث الحقيقي، ودخلت في منطقة لا تعرف عنها كثيرا. وأفضل ما في المقالة القدرة الفذة للمترجم الرائع على الترجمة. تشعر أن النص كتب باللغة العربية. ولنفس المؤلفة عمل علمي عن الحروب الصليبية من وجهة نظر إسلامية، وليه تحفظات عديدة على هذا الكتاب، وهو كتاب ضخم. فأنا أتعجب من هذا البحث الذي كتبته بإمكانات متواضعة. وما هذه العبارة الأخيرة؟ إذن لماذا كتبت هذا البحث؟ يعني بعد أن تتحدث عن علاقة نور الدين محمود مع مذاهب متعددة، تتشكك في أنه كان مجاهدا حقيقيا، وكأن الشعوب التي ارتبطت بهذا القائد بلا عمق حقيقي لإدراك القائد الذي قادهم للجهاد. كلام غريب، ومقالة متواضعة المستوى، ميزتها الوحيدة أنها أثبتت أننا أمام مترجم على أرقى مستوى. واضح أنها لا تتابع، وإنما قفزت إلى موضوع ليست مؤهلة لدراسته. هذه هي كتابات مؤرخة إنجليزية تسير على نفس ما قاله جون لامونت المؤرخ الأمريكي الذي توفي وكان يفكر في مشروع الكتاب الموسوعة سيتن أند بردوين، ومقالته الشهيرة كروسيد أند جهاد، يشكك في فكرة الجهاد وأن كلها صراعات سياسية. أنا أتعجب من بحث متواضع المستوى ومؤرخة لا تملك الأدوات وتريد أن تشككنا في الثوابت التاريخية. نور الدين محمود مجاهد حقيقي، وجاهد الصليبيين، واكتسب مكانة شعبية كبيرة، وأطلق عليه تعبير الشهيد رغم أنه لم يستشهد في المعارك ضد الصليبيين. وماذا قال عنه الإمام السوري برنكابسجس: أمير عادل مراع لتقاليد دينه، وكان رجلا زاهدا له بيت خشب يتعبد فيه. مجاهد حقيقي، وألف له ابن عساكر كتابا عن الجهاد 40 حديثا في الجهاد. فالعبارة الأخيرة التي تذكرها المؤلفة تدل على أنها لا تملك القدرة على البحث الحقيقي وتقدير نور الدين محمود. وبعد هذا ينبهر البعض بالمستشرقين ويتصورون أنهم أتوا بما لم يأتي به أحد.
بحث قيمته الوحيدة أنه أكد أننا أمام مؤرخ ومترجم ومحقق ممتاز هو علاء مصر النهر، الذي تابعت ترجماته فأدركت أنه فعلا موهوب. فالمؤرخة التي تقول غير أن إشكالية صحة هذه الصورة تاريخيا لا يمكن حلها في أرض الواقع بشكل مرضي. أنت مقالاتك متواضعة المستوى ولست جديرة بدراسة نور الدين محمود، وبإذن الله تعالى أقوم بعمل دراسة نقدية لكتابها الضخم الحروب الصليبية من منظور إسلامي. أنا أتعجب من هذه الجرأة، مستشرقة بريطانية تقدم لنا الحروب الصليبية من وجهة نظر إسلامية. ما شاء الله، هذه هي بقايا وجهة النظر الإسلامية التي تتشدق بها. تحياتي للمؤرخ والمحقق والمترجم الممتاز ابن جامعة الإسكندرية العزيزة. شكرا جزيلا.